عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الكشري بطريقه المحلات بتعجبكم ان شاء الله، وهتجربوها وتدعوا لنا. معانا هنا احنا بصل بنحمره بصل 3 بصلات بنحمرهم للصلصه، تمام. وهنا البصل بنحمره هنحمر فيه المكرونه والحاجات دي، بس احنا بنحمره عشان ناخد منه شويه. ولو اتحط على الوش احنا بنعمله كده بيبقى طعمه جميل، احلى من المحلات ان شاء الله بطريقه جدتنا، والله يديهم الصحه يا رب، وامهاتنا. تمام. هنشيل من البصل اللي احنا حمرناه نخلي يعني قيمة معلقة كده ولا حاجة. هنحطه في طبق ونصفيه من الزيت، وناخد الزيت ده نحمر فيه بواقي الاكل. كده هو البصل بتاع الصلصة اتحمر، احنا خلطنا القوطة. هنحط معلقة سكر عشان الحموضة، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو زي بتاع المحلات. هتجربوه تدعولي ان شاء الله. هقلبه وتسيح معاها شوية كده اهو. ما تخافوش على فكرة، الغمقان ده بيخلي الصوص تبقى مغمقة شوية زي بتاعة المطعم. ان شاء الله هتجربوا تدوقوا يا رب. دلوقتي احنا كده حطينا نوعين المكرونة اهو. نوعين مكرونة عارفة واضحة، وهي مكرونة رفيعة بتاعة الكشري، ومكرونة اللي هي رفيعة صغننة خالص. في مكرونة رفيعة صغننة خالص غير اللي انتوا فاكرينها بتاعة الكشري. اهي عارفة واضحة اهي، عاملة زي صناعة عصفور. انا مش هحط صناعة عصفور، تمام. دي مكان صناعة عصفور، هي بتكبر شويه عادي، بس يعني شغاله. ممكن تحط برضه في العصير مفيش مشاكل. والمقادير التحمير بتاعتنا العاديه اهي، تمام. هنحمر دي شويه كده، وهنعمل الشعريه في حله لوحديها. بتفرق كتير يا جماعه في الطعم والله. هنحمر المقادير دي وهرجع. كده احنا خلينا الصلصه تتسبك لسه، ولسه هنحمر الشعريه وهو المكرونه بتتحمر. هنحمر الشعريه وهنشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده حمرنا المكرونه، هنحط الرز. معانا كوبايه رز نحطها عليه. احنا كده اهو حمرنا الرز مع المكرونات، وادينا بنحمر في الشعريه، وهي الصلصه بتتسبك قربت تستوي، تمام. هنحط العدس على المكرونات والرز، وهنحيقه ونسويه اهو يا جماعه. خلينا كده تستوي، تمام. حطينا ميه من الغلايه يعني عشان ما تستغربوش، ماشي. ودي الشعريه هي استوت، تمام، في حله لوحديها. ودي الصلصه هي بتتسبك. هنسيب بقى على الصلصه خلاص، وهنسيب ده لما تستوي وهوريلكم ان شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم الكشري بطريقة المحلات بتعجبكم ان شاء الله، وهتجربوها وتدعوا لنا. معانا هنا احنا بصل بنحمره بصل 3 بصلات بنحمرهم للصلصة، تمام. وهنا البصل بنحمره هنحمر فيه المكرونة والحاجات دي، بس احنا بنحمره عشان ناخد منه شوية. ولو اتحط على الوش احنا بنعمله كده بيبقى طعمه جميل، احلى من المحلات ان شاء الله بطريقة جدتنا، والله يديهم الصحة يا رب، وامهاتنا. تمام. هنشيل من البصل اللي احنا حمرناه نخلي يعني قيمة معلقة كده ولا حاجة. هنحطه في طبق ونصفيه من الزيت، وناخد الزيت ده نحمر فيه بواقي الاكل. كده هو البصل بتاع الصلصة اتحمر، احنا خلطنا القوطة. هنحط معلقة سكر عشان الحموضة، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو زي بتاع المحلات. هتجربوه تدعولي ان شاء الله. هقلبه وتسيح معاها شوية كده اهو. ما تخافوش على فكرة، الغمقان ده بيخلي الصوص تبقى مغمقة شوية زي بتاعة المطعم. ان شاء الله هتجربوا تدوقوا يا رب. دلوقتي احنا كده حطينا نوعين المكرونة اهو. نوعين مكرونة عارفة واضحة، وهي مكرونة رفيعة بتاعة الكشري، ومكرونة اللي هي رفيعة صغننة خالص. في مكرونة رفيعة صغننة خالص غير اللي انتوا فاكرينها بتاعة الكشري. اهي عارفة واضحة اهي، عاملة زي صناعة عصفور. انا مش هحط صناعة عصفور، تمام. دي مكان صناعة عصفور، هي بتكبر شويه عادي، بس يعني شغاله. ممكن تحط برضه في العصير مفيش مشاكل. والمقادير التحمير بتاعتنا العاديه اهي، تمام. هنحمر دي شويه كده، وهنعمل الشعريه في حله لوحديها. بتفرق كتير يا جماعه في الطعم والله. هنحمر المقادير دي وهرجع. كده احنا خلينا الصلصه تتسبك لسه، ولسه هنحمر الشعريه وهو المكرونه بتتحمر. هنحمر الشعريه وهنشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده حمرنا المكرونه، هنحط الرز. معانا كوبايه رز نحطها عليه. احنا كده اهو حمرنا الرز مع المكرونات، وادينا بنحمر في الشعريه، وهي الصلصه بتتسبك قربت تستوي، تمام. هنحط العدس على المكرونات والرز، وهنحيقه ونسويه اهو يا جماعه. خلينا كده تستوي، تمام. حطينا ميه من الغلايه يعني عشان ما تستغربوش، ماشي. ودي الشعريه هي استوت، تمام، في حله لوحديها.
ودي الصلصة اللي بتتسبك. هنطفي بقى على الصلصة خلاص، وهنسيب ده لما تستوي وهوريلكم ان شاء الله. مع بعد ما استوى الكشري بسم الله ما شاء الله طلع بيطلع دخان اهو، شايفينه بسم الله ما شاء الله. وهي الدقة احنا عملناها تمام. يا دوبك فصين توم، عليهم معلقة كمون صغيرة، عليهم حبة ملح، ومعلقة خل كبيرة، وعصرة نص ليمونة او ليمونة زي ما انتوا عايزين. ان شاء الله جربوه تدعوا ان شاء الله، طعمه روعة. يا رب يعجبكم ان شاء الله وجربوه. متنسوش بقى تدعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا على متابعتكم لينا، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعد ما استوى الكشري بسم الله ما شاء الله طلع بيطلع دخان اهو، شايفينه بسم الله ما شاء الله. وهي الدقة احنا عملناها تمام. يا دوبك فصين توم، عليهم معلقة كمون صغيرة، عليهم حبة ملح، ومعلقة خل كبيرة، وعصرة نص ليمونة او ليمونة زي ما انتوا عايزين. ان شاء الله جربوه تدعوا ان شاء الله، طعمه روعة. يا رب يعجبكم ان شاء الله وجربوه. متنسوش بقى تدعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا على متابعتكم لينا، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.